اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. انا قلت بقى ايه، اعمل معاكم كده روتين خفيف ونتكلم مع بعض شويه. النهارده بقى انا صاحيه من الساعه 8 الصبح عشان انزل اجيب ازازه زيت. نزلت الساعه يعني نازله من بيتي حوالي 8 ونص، 9 الا ربع. طبعا كلنا عارفين ان هم عاملين مبادرة اهلا رمضان وتحيا مصر والكلام ده. رحت الخيمة بتاعت اهلا رمضان علشان اجيب ازازة زيت. هناك الازازة الزيت كانوا بيقولوا ان هي كيلو ب35 جنيه. رحنا عشان نجيب الكيلو لكل مواطن. المفروض على كلام الناس ان كل مواطن له ازازتين. راح على اساس ان انا اجيب الازازتين، اروح اجيب الازازتين. قعدنا من الساعة 9:30، من الساعة 9 هناك لحد الساعة 2، وعربية الزيت جاية الساعة 12. ومش قادرة اقول لكم بقى، لحم على بعضه عشان خاطر ازازة زيت. اقسم بالله لحم على بعضه عشان خاطر ازازة زيت. يعني وشتايم وقلة ادب والناس على بعضيها، والعمال يضربوا في المواطنين اللي هم شغالين. اقسم بالله راجل النهارده اللي هو واقف على الخيمه بتاعت اهلا رمضان دي نزل على الحريم بعصايه المقشه. اقسم بالله نزل عليها بعصايه المقشه. الوليه طالعه من قدام الخيمه، شعرها منكوش واتخبطت هنا من العصايه، وعشان يسكتها ادى ازازه الزيت وقام ماشي. وتصوير وكل ده متصور على فكرة. يعني الناس كتير مصورة وهو بيضرب الحريم. وقلة أدب. ويا ريت الإزازة دي احنا كنا أنا مفكراها عن نفسي كيلو صافي، ببص لقيتها 700 جرام. وقاعدين عشان ناخد الإزازة الزيت دي لحد الساعة 2:30. الساعة 9 الصبح لحد الساعة 2:30. والرز خلصان اللي هو ب15 جنيه اللي هما بيقولوا عليه دون. والزيت ما جاش الا الساعه 12. وناس خدت وناس ما خدتش. وطبعا بقى زحمه موت، الناس على بعضها ما فيش نظام. هنا معذورين وهنا معذورين. الناس مش عايزه تقف طابور، كله عايز ياخد. والتانيين بيتأمروا ومش عايزين يفرقوا. قاعدين لحد الساعة 2 عشان ازازة زيت ب35 جنيه، وازازة الزيت دي 700 جرام. يعني فرقها من بره 10 او 15 جنيه. لا احنا نجيبها من بره وبلاش الاهانة. والله انا عن نفسي اجيبها من بره وبلاش الاهانة. والسكر نفس القصة، عليه موت. والحاجة مش جاية بقى ايه، الحاجة مش جاية، يعني مش جاية على طول. يعني المفروض هم شغالين من بدري على ما الناس بتقول ولما انا سامعة. لكن هم اشتغلوا حوالي الساعة 12. طبعا الناس بقى قاعدة كل واحد يا عيني حاجز دور عشان ياخد. واللي جاي من هنا واللي جاي من هنا والشعب مصر خلاص. خلاص والله ما عادش نافع. يعني وصلت، يعني اللحمة، الفراخ، كل حاجة بقت غالية. ما عدناش عارفين نعمل ايه. وربنا يعين كل واحد على حاله يا رب. مش عارفة بقى العيب من الشعب ولا العيب من الدولة. مش عارفة. يعني الناس واقفة يا عيني عمالة تحزن. يعني انا شايفة الناس قسما بالله، يعني امهات قد امي طالعين من الخيم بيعيطوا. والله يا ربي طالعين بيعيطوا من الاهانة اللي هم شافوها، او زحمة والناس على بعضها، على غاية الرجالة. يعني الرجالة مزنوقة في الحريم. الرجالة مزنوقة في الحريم واخر قلة ادب. يعني انتوا تشوفوا الموظف وهو بيضرب الست،
والله ما يرضي مش بيضرب الست، بيضرب الحريم عامة كلها. لان بصراحة الحريم كانت عاملة، يعني الحريم كانت كتير. فهي اول واخر مرة. والسكر هناك ب15 جنيه. وفي برضه في الخيم اللي ب15 جنيه عليه زحمة موت، واللي ب18 جنيه الناس مش رايحة له خالص، الناس ما معاه. وكانوا عاملين هناك عروض وخلصت. الناس يعني بقت خلاص، يعني الحمد لله. الحمد لله يعني خلاص جه اليوم اللي احنا واقفين على الزيت والسكر علشان نعمر بيوتنا. خلاص لا عاد في لا زيت ولا عاد في سكر ولا عاد في رز. اما الرز النهارده يوصل الشكارة ل25 كيلو ب600 جنيه، ليه؟ حرام والله. من امتى ده زاد فوق حقه؟ يعني احنا كنا بنجيب الشكارة دي ب170. اخر مرة كنا جايبينها ب200 جنيه او ب230. الكلام ده السنة اللي فاتت. يعني ضعف حقها مرتين. يعني ما يبقى ما يبقى ب9 جنيه و8 جنيه يبقى ب25 جنيه. حرام 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 حرام. احنا ما كناش كده. انا طالعه بتكلم من المنظر اللي انا شفته النهارده. منظر ما يسرش لا عدو ولا حبيب. اقسم بالله ما يسر عدو ولا حبيب. الناس يعني اللي بيعيطوا دول مش واخدين على البهدله. يعني لما تبقى واحده قد امي كده طالعه من الخيمه بتعيط، ماشي واخده على بهدله. لان لو واخده على بهدله مش هتطلع تعيط. طب ما يحطوا ازازتين الزيت دما او ازازه الزيت يحطوها على بطاقه التموين، على الاقل كل واحد ياخد حقه. بدل ما الشعب بيبهدل في نفسه ونازلين ورايحين وخيم وبتاع، يضيفوا ازازتين التموين ده على الاقل الدعم يوصل لاصحابه. اللي مستحق هياخد واللي مش مستحق بقى ما ياخدش. هو لو اتضاف ازازتين بقى يتحطوا اختياري للي عايز ياخدهم بحسابهم برضه ب35 جنيه. لكن ليه لازم نشحطط الناس ونبهدل في الناس؟ الناس من الساعة 8 في المبادرات دي، ان كان في اهلا رمضان او في تحيا مصر، توابير قسما بالله عشان كيس رز. يعني النفر شاف المنظر، يعني الحمد لله احنا في نعمة. اقسم بالله احنا في نعمة. لما الواحدة تطلع كده عشان كيس رز ب15 جنيه، ويا هتاخده يا ما تاخدوش اصلا كمان، نحمد ربنا بقى على اللي احنا فيه ونقول الحمد لله. فانا حبيت اقول الكلمتين دول بس هم محشورين في زوري. يعني ان انا النهارده جايه من بره واقفه على رجلي من الساعه 9 الصبح لحد الساعه 2 الظهر عشان اخد ازازه زيت. ازازه زيت بس، مالكيش الا ازازه واحده. وبضرب نفسي بالجزمه اللي انا نزلت ورحت. عشان ايه؟ بهدل في نفسي وبهدل كده عشان ايه؟ يعني قسما بالله انزلوا وشوفوا. انا كنت في محافظه المنصوره، في المنصوره. انزلوا وشوفوا كده تحيا مصر دي الصبح الساعه 8 و9 و10. انزلوا شوفوها كده عامله ازاي من الساعه 9 الصبح لحد الظهر. شوفوا الطوابير عامله ازاي، وشوفوا الناس على بعضها ازاي، والشتايم وقله الادب والزق في الحريم ازاي. وعاملين ورق لكل واحد دوره. هو برضو في غلط من الشعب ان هو مش بيقف في الطابور او بس هما الحكومه اللي عامله كده. يلا بقى خلينا نشوف ايه اللي هيحصل بعد الفيديو ده.
وربنا يعدينا منها على خير يا رب وبلدنا تتعدل والحاجة ترخص والحاجة تنزل. يا مش رمضان مولع نار. الكيلو الزبيب ب 100 جنيه، كيلو المشمشية ب 240 جنيه في اهل رمضان. القراصية ب 200 البلح بقد كده، مفيش حاجة رخيصة. اقل من بره جنيه، 2 جنيه، 3 جنيه، مفيش اقل من كده. ان كان في بره الاسعار بره تفرق عن تحيا مصر او اهلا رمضان. ان زادت قوي 5 جنيه، 5 جنيه. وازازة الزيت اللي انا جايباها دي، استنى اما اوريها لكم اهي. اهي هي دي ازازة الزيت اللي واقفين يا عيني عليها طوابير. 700 جرام. اهي 700 جرام دي اللي احنا واقفين عليها من الصبح. عمرها ما حصلت، اقسم بالله عمرها ما حصلت في مصر نهائي انه يحصل القرف ده كله. ان لا يبقى لا في زيت ولا سكر ولا رز ولا فراخ، والحاجة مولعة نار، والحاجة اللي موجودة اللي عنده حاجة بيغليها. ليه؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ حرام. حرام. يعني هم عاملين برضو المبادرات عشان الغلاء. لا، هي مش فارقة حاجة من بره. فرق 2 جنيه، 3 جنيه، 5 جنيه، هقول لك 10 جنيه، متفرقش كتير برضو. اللي شغال، اللي شغال عند الناس وبياخد راتب 3000 جنيه او 4000 جنيه ما يعملوش حاجة النهاردة في دروس وسكن ومية ونور وغاز واكل وشرب وكسوة. ما يعملوش حاجة، والله ما يعملوا حاجة، ولا 5 يعملوا حاجة في الغلاء اللي احنا فيه ده. وحسب الله ونعم الوكيل، ما اقدرش اقول الا كده. يلا، واستنوني في فيديو جديد.